يوم من الأيام حنا من ضمن الدول العربية، القوات السعودية والقوات الكويتية والقوات العراقية وقوة المغاربة في الجبهة السورية في حرب 93 هجري. ثم بدأ محاورة بين شاعر سعودي اسمه سعد بن جار الله العلي القحطاني، وشاعر كويتي وأصله سعودي لكنه في الجيش الكويتي. اللي بدأ الشاعر الكويتي يقول: يا بنت يلي في كناكر تخيطين، يا بنت يلي في كناكر تخيطين، تري السعودي في الخياطة تعنى، ماخذن على الخياطة صنف 20 ولا دقت لبرة مع السلك غنى. رجالهم يخيط من القماش في اليوم طنين، وغير كيفه عقب ما كان كيف بنا. رجالهم يا بنت يفرق بثنتين، في العينين كحل وفي الكف حنة. ثم رد عليه القحطاني قال: يا مرحبا بالخط 99، رسالة اللي هارب من وطنا، ما انت بكويتي العنب والكراعين، وانعضتك سود الافاعي زبنا، اطرق ابرق يشبيهم ظرفين، مثل الحمار اللي بحمله يقنا، عليك من سود المقانع ملايين، تكسبها والزود على راسك يثنى، حنا سعوديين على رؤوس الاشهاد وبدالنا في المعارك يكفنا. يا بنت يلي عن عشيرة السالين، في فندق الحمراء سكن واستكنا، شرابها من الخمر في اليوم كاسين، وعسى رجوله كلها تكسرنا. كلمة سفيه من رجال عزيزين، يثنى عليه اللوم منهم ومنا، والمعذرة هي اللي عزازا وغالين، صار الخطأ منكم ولا صار منا. يالله يالله يا قابل صلاة مصلين، يالله لا تجعل عملهم عملنا. سلامتكم.